من المتوقع أن يصل الحذاء الخليلي إلى أسواق الخليج العربي قريبا، وذلك بعد اللقاءات التي عقدها عضو غرفة تجارة وصناعة الخليل محي الدين سيد أحمد في الإمارات للترويج له وتصديره إلى هناك، وتحديدا ما يسمى الحذاء الآمن للعمال. هذا ويشهد سوق الأحذية في الخليل تحديات عدة أبرزها إغراق السوق الفلسطيني بالبضائع الصينية المستوردة، وهي غالبا ما تكون رخيصة الثمن وقليلة الجودة. المزيد مع فداء نصر. الصبر مفتاح الفرج، مقولة تنطبق كثيرا على أصحاب مصانع الأحذية في الخليل التي ما تزال تنتج البضاعة بجودة عالية رغم المعيقات. هذا المصنع قد يفتح خط تصدير مع دول الخليج بعد فتحه مع مصر والأردن بإنتاجه إضافة للأحذية العادية الحذاء الآمن للعمال بمميزاته العديدة. هلا هو بيجي كله جلد طبيعي، طبعا احنا بنحطه بيجي بالمقدمة حديد وبالأرضية كمان حديد واقي، طبعا جودته عالية. الحديد بنحطها بتحمل يعني لحد بالنسبة للبوز لحد 3 طن بتحمل، وبالنسبة للاختراق للأرضية الحديد يعني طبعا هاي بتحمل المسامير والشغلات زيك ما بدخل في رجل العامل بلبسه. عدة لقاءات عقدها محي الدين سيد أحمد عضو غرفة تجارة وصناعة الخليل في دولة الإمارات لترويج الحذاء، وكان الرد إيجابيا بالطلبات التي وصلت ل3 مصانع لشراء أحذيتها المطابقة للمواصفات والجودة العالمية. عندما التقيت في المقاولين أصحاب الشركات وشرحت لهم عن الحذاء الآمن التي يتم صناعته في بعض المصانع في الوطن، وجدت منهم إقبال أنهم معنيين أنهم يأخذوا هذا الحذاء من فلسطين لدعم أهلها وللشهرة والمتانة التي تشتهر بها هذه الصناعة. وكباقي الصناعات واجهت صناعة الأحذية واقع سطوة البضائع الصينية رخيصة السعر قليلة الجودة، ما أدى إلى تراجع هذه الصناعة بنسبة 80%. على الرغم من ذلك يعطي التصدير بصيص أمل. إذن قد يصل الحذاء الخليلي إلى دول الخليج العربي، هي خطوة من شأنها تطوير الصناعة الفلسطينية وإدراجها في سجل المنافسة العالمية، وبالتالي ازدهار الوضع الاقتصادي في هذه المدينة التي تعتبر قلعة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. فداء نصر، فلسطين اليوم، الخليل، فلسطين المحتلة. بهذا التقرير